عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ندوة الجمعة. يعني هذه الحلقة السابعة من كتابنا الذي يعني نلخصه لكم عن ابن إسحاق وسيرته النجسة. موعد هذه الحلقة هو 10 نوفمبر 2023. نتوقف هنا بقى مع ما ذكره ابن إسحاق عن زواج عبد الله ابن عبد المطلب اللي هو والد النبي محمد عليه السلام. ابن اسحاق هنا بيروي من دماغه زي ما كان موجود هناك. هو طبعا ذكر قبل كده قصة عن ان طبعا يعني عبد المطلب يعني مش كان عنده الا ولد، وبعدين ندر لو ربنا بعت له مش عارف ايه هيضحي بواحد منهم. قصة طويلة كده يعني. وبعدين طلع القرعة على عبد الله، وبعدين بعد كده عمل ديات له إلى آخره. وبعدين في الآخر طلعت القرعة على الإبل وذبح الإبل، ونجا عبد الله من أن يعني يذبحه أبوه يعني فداء لليمين اللي قاله ده. قصة المهم مش هنتوقف معها يعني. لكن همشي بقى ان بعد كده بقى ايه، عايز يجوزه. فقال ابن اسحاق: ثم انصرف عبد المطلب آخذا بيد عبد الله فمر به فيما بين بني أسد. يعني مر بقى في أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد الله بن عزي وهي عند الكعبة. يعني راحوا بقى وهو ماشي مع أبوه، راحوا عند الكعبة، فكانت الست دي واقفة. فقالت له حين نظرت إلى وجهه: أين تذهب يا عبد الله؟ الله، يا وليه ما أنت شايفاه مع أبوه؟ ليه يعني الكلام ده؟ قال: مع أبي. الله، طب ما انت شايفه، هو ويرد عليها يقول لها مع أبي. طب ما هي مع ابوه. قالت: لك مثل الابل التي نحرت عنك، وقع علي الان. يعني هدي لك زي الابل اللي نحرت في سبيلك، بس نام معايا دلوقتي. الله، وابوه واقف وفي الكعبه. اه ازاي؟ اه فقال: انا مع ابي ولا استطيع خلافه ولا فراقه. الله يخرب بيتك يا ابن اسحاق. طيب ماشي. بيقول لك: فخرج به عبد المطلب. يعني عبد المطلب بقى كان ايه، ما كانش واخد باله بالقصص ديت والكلام اللي بتقول الست دي يعني. فخرج به عبد المطلب حتى اتى به وهب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن بلاجل، وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه ابنته آمنة بنت وهب، وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا. ماشي، مش نقدر نقول حاجة. وبعدين بقى بعد كده بقى، بعد لما عبد الله دخل بمراته، آه ابن اسحاق بيحكي بقى. يقول لك: دخل عليها حين املكها مكانه فوقع عليها، يعني نام معها يعني، فحملت منه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من عندها. طب رايح فين يا عبد الله؟ قال لك: فأتى المرأة التي عرضت عليه ما عرضت، فقال لها: ما لك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت علي بالأمس. يعني إذا بقى في يوم واحد يا مؤمن الولية ديت يعني راودته عن نفسه، وفي الكعبة قدام أبوه. في نفس اليوم ده بقى راح أبوه خطب له واتجوز ودخل في ده، وتاني يوم راح للست دي. طب ازاي ده؟ فيلم هندي بقى. ولا يعني ملك لا تعرضين علي ما كنت عرضت علي بالأمس. قالت له، وده بقى الكلام اللي: قد فارقك النور الذي كان معك بالأمس، فليس لي بك اليوم حاجة. يعني انت كان جواك نور وانا شايفاه فيك، فالنور ده نزل منك، فخلاص ما عدتش تنفع. روح يا ابني مع السلامة. آه ويحكيها نفس الكلام ده تاني. آه بس هنا بقى المضحك هنا يقول لك ايه. قال ابن اسحاق: وحدثني ابي اسحاق ابن يسار. يعني الروايه دي بقى ابن اسحاق اللي حدثوا بها ابوه اسحاق ابن يسار.
احنا عرفنا ان يسار ده اصلا كان مولى جاي من الشام، من عين التمر. خلاص بقى اصبح اسحاق ابنه عارف كل حاجة، ويحكي لابن اسحاق لمحمد، ويحكي عن ايه؟ عن زواج النبي. ويقول لك وحدثني ابي اسحاق بن يسار انه حدث، يعني قالوا له تعال يا اسحاق بن يسار نحكي لك. حدث، مين اللي حدثه؟ ما تسالش، ما تسالش يا عم. انه حدث ان عبد الله انما دخل على امراه كانت له مع وهب ومش عارف ايه، وعملت في طين وبه اثره، فدعاها الى نفسه فابطات عليه، فلما رات لما رات به من اثر الطين، فخرج من عندها فتوضا وغسل ما كان به ذلك الطين، ثم خرج عامدا الاميه فمر بها فدعته لنفسها فابى عليها، وعمد الى امنه فدخل عليها فاصابها فحملت بمحمد. الله يخرب بيتك يا شيخ. يعني معنى كده ان هو عبد الله كان عايز يزني بواحده، وبس طبعا عص نفسه طين وبتاع، في الوليه قالت له لا، فراح لمراته ونام معها فحملت بمحمد. وبعدين بعد كده راح للمرأة ديت نفس الحكاية، ف قالت له لا. قال ابن اسحاق ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثني عشر ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل. إذا بقى عملوا بقى عام الفيل هو بداية التاريخ، وده كله من دماغ ابن إسحاق. و يقول لك واحد تاني اسمه مش عارف ايه، قال ولدت انا ورسول الله عام الفيل فنحن للدان، احنا مولودين. يعني خلاص اصبح موضوع الفيل ده يعني خلاص معلوم من الدين بالضرورة، اوعى تقول بالضرورة. قال ابن اسحاق وحدثني فلان صالح بن ابراهيم عن عبد الله كذا عن سعد بن زرارة ابن زرارة الانصاري قال حدثني من شئت من رجال قومي عن حسان بن ثابت. الله. طيب حسان بن ثابت بيقول إني لغلام يفعى، يعني ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوتي على أطمة بيثرب وقال يا معشر يهود، حتى اجتمعوا إليه قالوا لهم ويلك مالك في إيه؟ أنت طالع بتجعر ليه؟ قال طلع الليل نجم أحمد الذي ولد به. قال ابن محمد بن إسحاق فسألت عبد الرحمن مش عارف إيه، فقلت أين كان عمر حسان بن ثابت؟ فقال ابن 60 سنة. يعني لما اتولد النبي كان حسان بن ثابت اللي هو الشاعر المشهور يعني كان عنده 60 سنة. الله. طب وازاي بقول لك ان هو كان عنده 6 سنين لما سمع الجدع اللي بيقول يا أهل يثرب أو أهل يهود إن النجم اللي هو بتاع أحمد طلع. فالمهم يعني ما تسألش برضو. بعد كده خلوا بالك قصة الملاكين اللي جم وشقوا بطن النبي وشالوا وحطوا، ده أول واحد ذكرها الزفت الطين ده ابن إسحاق. ومن بعد كده يعني ذكرت بقى في الكتب التالية ومنها البخاري. فالبخاري كان بينقل طبعا من ابن إسحاق وشأن الباقي. يقول لك حديث الملكين الذين شق بطنه صلى الله عليه وسلم. هنا بيحكي بقى عن التي أرضعت النبي اللي هي مش مهم اسمها. قالت فرجعنا به فوالله انه بعد مقلنا باشهر مع اخيه لا في خلف بيتنا ذاتنا اخوه من الرضاعه يشتد، فقال لي ولابيه اخي القرشي قد اخذه رجلان عليهما ثياب بيض فاضجعاه فشق بطنه. انا افتكرت الست حليمه السعديه، فشق بطنه فهما يسوطانه. يسوطانه يعني يضربوه بالصوت ما تعرفش يعني، او يعني بخياط الجرح بتاعه. قالت فخرجت انا وابوه. طبعا الاخ محمد بن اسحاق بيروي عن السيدة حليمة السعدية اللي هي مرضعة النبي، ومعنى كده ان هو الاخ محمد بن اسحاق كان هناك.
قالت فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما منتقعا وجهه. قالت فالتزمته والتزمه أبوه، يعني خدوه في الحضن. فقلنا له ما لك يا بني؟ قال جاءني رجل عليه من ثياب بيض فاضجعاني وشق بطني فالتمس فيه شيئا لا أدري ما هو. قالت فرجعنا به إلى خبائنا. وبعدين بقى رجعت بقى حليمة، خافت يقول الولد حصل له حاجة. قالت قال لي أبوه من الرضاعة يعني: يا حليمة قد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله، يعني وديه لأهله مش يجيب لنا مصيبة، قبل أن نظهر ذلك به. طبعا شقوا بطنه بقى وبتاع، وخيطوه، بس ازاي ما تعرفش. قالت فاحتملناه فقدمنا به على أمي فقالت ما أقدمك به يا زئر؟ وقد كنت حريصة عليه وعلى مكنه على مكثه عندك. قالت فقلت قد بلغ الله بك يا بني وقضيته والذي مش عارف ايه لأفادته لك كما تحبين هذا شأنك. قالت فاصدقيني خبرك، قولي لي بالظبط انت جايبها ليه. قالت فلم تدعني حتى أخبرتها. قالت اللي هي أم النبي عليه السلام: أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت قلت نعم. قالت كلا والله ما للشيطان عليه سبيل وإن لبني شأنا، أفلا أخبرك خبره؟ قالت قلت بلى. قالت رأيت حين حملت به أنه خرج من مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام. ثم بصرة ولا بصرة مش عارف. ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف علي ولا أيسر منه. الله، ما رأيت من حمل قط هي حملت قبل ذلك يا اخوانا، ده هي بكرية يعني وحملت بقى وخلاص. والله ما رأيت من حمل قط كان أخف علي ولا أيسر منه، ووقع حين ولدته وهو واضع يديه الأرض رافع رأسه إلى السماء. دعيه منك وانطلقي راشدة، يعني روحي مع السلامة. آه قال ابن إسحاق وحدثني ثور بن زيد، تور يعني واحد اسمه تور، فاش حاجة، عن بعض أهل العلم. مين هم؟ برضو ما تسألش، عيب. وأن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، يعني ناس بقى قالوا يا رسول الله قول لنا احكي لنا يا رسول الله عن نفسك. قال نعم أنا دعوة إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أم حين حملت بي أنه خرج منها النور أضاء لها قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبينما أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا إذا أتاني الرجال عليهما ثياب بيض فتصب من ذهب إلى آخره، مملوء ثلج بقى. بس الثلج ده في وسط الحر بتاع الصحراء، ازاي؟ ما طبعا لازم. ثم خزاني فشق بطني واستخرج قلبي فشقه فاستخرج منه علقة سوداء فطرحها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه. ثم قال أحدهما لصاحبه زنه ب10 من أمتي، فوزنني بهم فوزنتهم، يعني وزنوا ب10 من الأمة بتاعته، فوزن هو أصبح أتقل منهم يعني. قالوا زنه ب100 من أمتي فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال زنه ب1000 من أمتي فوزنني بهم فوزنتهم. فقال دعه عنك فوالله لو وزنته بأمتي لوزنه. يعني غير سيبك منه، ده انت لو حطيت الأمة بتاعته كلها هيبقى هو أتقل منه. ايه رأيكم في الهجس ده؟ شكرا أحبتي وعليكم السلام.